السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض غدا لذيذ جدا، اولادنا حرفيا بيعشقوه. هنعمل وليمة بصدر فرخة واحد بس. هنعمل فراخ مقرمشة او تشيكن ستريبس، فراخ مقرمشة جدا من بره وطرية وجوسي من جوه، وكمان واخدة لون حلو. مش بس كده، كمان هنعمل طريقة حلوة جدا للبطاطس في الفرن، صحية جدا من غير ما نستخدم لها زيت كتير. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. معايا زي ما قلتلكم صدر فرخة واحد بس، قطعته أصابع زي ما انتوا شايفين كده، تكون متوسطة الحجم، لا هي رفيعة قوي ولا سميكة قوي. لو رفيعة قوي هتنشف معاكم في التسوية، الوسط هتبقى حلوة وهتبقى طرية في الأكل. انتم كمان تقدروا تقطعوا التقطيعة المناسبة لكم، تقدروا تقطعوها مكعبات صغيرة أو شرايح رفيعة أو أصابع زي كده. اول حاجة هعملها هتبل الفراخ. معايا كده طبق واسع، هحط فيه بيضة واحدة بس. التوابل اللي هستخدمها بسيطة جدا، هنزل بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الهيل او الحبهان المطحون، وكمان نص معلقة صغيرة من الكاري والبابريكا، وكمان توابل فراخ هحط منها برضو نص معلقة صغيرة. هنظبط الملح بتاعنا حسب كمية الفراخ اللي انتوا هتستخدموها. انا هنا استخدمت نص معلقة صغيرة من الملح. هبشر عليهم برضو فص توم كبير، ممكن تستبدلوه بتوم بودر لو هو موجود عندكم. هزود عليهم كوباية كبيرة من اللبن، وهبتدي اخفق المكونات دي كلها مع بعض حلو جدا لحد كده ما اللبن والتوابل يمتزجوا مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من الدقيق، وكمان معلقة كبيرة واحدة من النشا. هقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد الدقيق والنشا ما يختفوا والمكونات كلها تمتزج مع بعض. التتبيلة بتاعتي بتكون سميكة بالشكل ده. هننزل بقطع الفراخ ونقلبها فيها لحد ما نتأكد ان الفراخ نامت كده في التتبيلة واتغلفت حلوة قوي بيها. لو انت حابة تشتغلي بيها على طول اشتغلي، بس يفضل ان انت تسيبيها اقل حاجة في التتبيلة دي ساعة او ساعتين، ويا سلام بقى لو سبتيها من بالليل. هنبتدي بقى ندخلها كده التلاجة عشان تاخد من طعم التتبيلة الحلوة دي. تعالوا بقى نجهز مع بعض تتبيلة حلوة جدا وخفيفة قوي للبطاطس اللي هندخلها الفرن. الأول بنجيب بطاطس بنكون غسلينها حلو جدا جدا، متأكدين من نظافتها وإن ما فيهاش رمل أو طين. هنغسلها ونسيبها بقشرها. هنقطع البطاطس صوابع بالشكل ده. البطاطاية بقسمها 2، والنص بقطعه 4 أو 6 على حسب حجم البطاطاية. بناخد بالنا ان ما يكونش الصوابع بتاعتنا رفيعة قوي علشان ما تحرقش معانا في الفرن. هنتبلها بمعلقة صغيرة من الملح، وشوية من البابريكا والفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الزعتر. انا بحب ازود عليها توابل فراخ بتعطيها طعم وريحة حلوة قوي. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي لو انتوا مش حابينها. هزود عليها حوالي نص معلقة من توابل الفراخ. بعد كده هزود عليهم 4 معالق كبار من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، بس يفضل زيت الزيتون لو متاح عندكم، بيعطيها طعم حلو جدا، وكمان الريحة بتاعتها بتكون خطيرة بجد وهي بتستوي في الفرن. هنقلب البطاطس في التوابل دي حلو جدا لحد ما نتأكد ان كل بطاطاية اتغلفت بالتتبيلة دي. شايفين شكل البطاطس؟ والله مبهج وشكلها يفتح النفس.
كمان صحية وهتعجبكم جدا لو عملتوها بالطريقة دي. هنجيب بقى صينية وهفرد فيها كده ورق زبدة، وهبتدي ارص البطاطس دي، مش هخليها فوق بعض، هرصها كده جنب بعض، وهخلي بين كل بطاطسية والتانية مسافة صغيرة علشان تستوي حلو وتاخد حقها في السوا، وكمان تاخد لون حلو. ما تحطوش البطاطس فوق بعض علشان تاخد لون موحد في الفرن. الفراخ بعد ما سبناها في التتبيلة، تعالوا بقى نحضر الكفر الخارجي بتاعها. انا استخدمت كورن فليكس من غير سكر، بيعطي نتيجة جميلة جدا للفراخ وقرمشة رهيبة. هنفرم منه كوبايتين او 2 حسب ما تحتاجوا وحسب كمية الفراخ اللي انتوا هتعملوها. هنفرم كمان الكورن فليكس فرم وسط، ما يكونش ناعم قوي. هزود عليه رشة بسيطة من الملح والفلفل والبابريكا. مش محتاجة ازود توابل تانية لان الفراخ واخدة حقها حلو جدا في التتبيلة. بعد كده بطلع قطع الفراخ او الستريبس من التتبيلة وبنزل بيها في الكورن فليكس. ببتدي اغلف كل قطعة حلوة قوي من الكورن فليكس وبضغط عليها بالشكل ده عشان اتأكد انه مسك فيها. عاوزة اقول لكم بقى ما شاء الله حجم قطعة الستريبس بيكبر والقطعة بتعرض معايا لانها متغلفة حلو قوي في التتبيلة اللي عملناها وشاربة منه. وكمان لما باجي اغلفها في الكورن فليكس بغلفها مرة و2 و3 وبقعد اقلبها كده فيه لحد ما اتأكد انه مسك فيها، فالقطعة معايا بتكبر وكمان الحجم بتاعها بيتضاعف معايا زي ما انتوا شايفين كده. بنعمل بقى كمية الفراخ اللي معانا كلها بالطريقة دي لحد ما تجهز معانا. بدخلها الفريزر 10 دقايق، او اول ما تحطوا الزيت على النار يسخن، اول ما يبتدي يسخن ويكون جاهز بنطلعها. ودي بقى التركاية اللي بتخلي الفراخ ما تفكش منك وكمان الكفر ما يقعش من عليها. بسيبها كده على نار متوسطة لحد ما تستوي وتاخد اللون الذهبي بتاعها ده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده لذاذة في منتهى اللذاذة بجد. بطلعها بقى على مناديل مطبخ. عاوزة اقول لكم ان القرمشة بتاعتها بتاخد القلب والعقل كمان. شايفين الجمال؟ طب سامعين صوت القرمشة؟ تجنن، حاجة كده في منتهى الروعة. اعملوا الاستريبس في البيت وكمان بصدر فرخة هتعملوا وليمة لأولادكم بجد. شايفين الحلاوة؟ احلى تشيكن ستريبس تعملوه في البيت بطريقة بسيطة جدا ومش مكلفة، وكمان التوابل بتاعتنا بسيطة. من صدر فرخة عملنا الكمية دي كلها. الاولاد حرفيا بيعشقوا الفراخ المقرمشة. اعملها لهم في البيت بطريقة مضمونة وسهلة وبسيطة. زي ما انتم ملاحظين انا استخدمت كفر واحد للتتبيلة وبعد كده استخدمت الكورن فليكس، يعني الطريقة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. قدموه كمان مع صوص كاتشب ومايونيز، ويا سلام على الجمال وعلى الطعامة، مع طبق سلطة بقى بسيط كده موجود عندكم في البيت. مفيش ابسط ولا اروع من كده. شايفين كمان البطاطس بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله استوت وخدت اللون الذهبي الفظيع ده. زي ما قلت لكم بطاطس صحية من غير قلي ومن غير زيت كتير، وطعمها وريحتها جنان. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير من الناس.